اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم سر كبير غادي يغير حياتكم الماديه تماما. هذا الفيديو ماشي بحال اي فيديوهات اخرى اللي مولفين كتشوفوها في اليوتيوب. هاد المره غادي نعطيكم وعود صادقه من القلب، ماشي مجرد كلام فارغ او اوهام. الا كملتي معايا هذا الفيديو حتى اللحظات الاخيره كنوعدك غادي تخرج بواحد الوعي جديد وطاقه مختلفه تماما، وغادي تكون عندك خريطه ديال طريق واضحه ومبينه على اساس صحيح باش تبدا تدخل فلوس وتغير الواقع ديالك. كنوعدك غنكتشف معاك مهارات سهله ومطلوبه وبسيطه بزاف في هذا العام ديال 2026. ما تحتاجش نهائيا يكون عندك دبلوم جامعي او لا خبره ديال السنين باش انك تبدا. كل ما غادي تحتاجه في البدايه هو التليفون اللي كتفرج منه، وكذلك حاسوب بسيط وتكون عندك كونيكسيون. كنوعد كذلك غادي نعطيك المواقع وخطوات تطبيقيه علميه اللي غادي تخليك تبدا بها اليوم. يعني غادي تخرج من هذا الفيديو عارف راسك فين غادي تمشي بلا ما تبقى تالف وتضيع الوقت في التخربيق. هاد المهارات هما المستقبل ديال هذا العام وديال الاعوام الجايه، وحاليا هما اللي كيجيبوا مئات الاف الدولارات للشباب والبنات اللي راهم بداو بكري وفهموا اللعبه فين غاديه. تيق بها المستقبل والمستقبل ديال عائلتك يستاهل تعطي شويه ديال الوقت والتركيز باش انك تبدا. ركز معايا مزيان وجيب ورقه وقلم، حيت الكلام اللي غادي نقوله لك اليوم غالي بزاف وما غاديش تلقاه في اي بلاصه اخرى فابور. والحاجه اخرى اللي غادي نوعدك بها هي انني غادي نبسط لك الامور لاقصى درجه. يعني واخا تكون ما عمرك ربحتي شي ريال من الانترنت غادي تفهم وغادي تلقى بلاصتك وسط هذا العالم الجديد. المهارات ديال هذا العام ولات كتعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى استغلال الفرص، ماشي على شواهد معلقه في الحيط. والناس اللي كيضيعوا وقتهم في الشكوى وهما اللي غادي يبقاو اللور. اما انت اللي كتشوف هذا الفيديو دابا راك خديتي واحد الخطوه الاولى، حيت باغي تبدل حياتك وباغي دير فلوس اللي غادي تقدر انك تزيد بها القدام. دير في بالك هاد الدقائق اللي غادي خليها في هذا الفيديو هذا غادي تكون واحد التحول كبير في مسارك المهني. غادي نكتشف لك اسرار كيخبيوها المحترفين وكيبيعوها في الدورات مدفوعه بفلوس صحيحه، وغادي نعطيها لك هنا بالتفصيل الممل وبالمجان، حيت كنهتم بالنجاح ديالك وكنشوف كيفاش تبدا من الصفر وغادي تطور حياتك وغادي تجاوز داك الخوف ديالك والبدايات ديالك، وكيفاش تنظم وقتك واخا تكون ربة بيت او قريه او ما قريش ولا عندك التزامات اخرى ولا عندك خدمه. هاد الوعود كامله انا المسؤوله عليها وغادي نطبقها وغادي تشوفي النتيجه بعينيك. غير خليك معايا وتبعي الخطوات خطوه بخطوه، ما تفوتي حتى شي ثانيه، حيت كل دقيقه فيها معلومه تقدر تساوي الملايين. المهاره الاولى اللي دايره ضجه كبيره في هذا العالم او في هذا العام وهو كتعتبر اقوى مهاره ديال 2026 في صناعه المحتوى البصري وتصميم صور المصغره والموك يعني الاستعانه بالذكاء الاصطناعي. هذه المهاره ولات مطلوبه بزاف من طرف الشركات الكبار وصناعه المحتوى واصحاب المتاجر الالكترونيه اللي كيقلبوا على التمييز، وما محتاج تكون رسام محترف او محترف في الفوتوشوب باش تبدا فيها، حيت الزمان تبدل. كاينين برامج ومواقع خارقه كتخرج صور بجوده عاليه جدا وتصاميم خياليه بضغطه واحده على الزر، ومن خلال كتابه كلمات بسيطه فقط. على سبيل المثال تقدري تصمي اشكال ديال الملابس او اغطيه الهواتف، يعني تقدري تصاوبي بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا مطلوبه بزاف في السوق وتعرضيها على شكل موك او يعني اب احترافي كيبان بحال الى حقيقي ومصور في استوديو. فهاد التصميم اللي كيحتاجوه اصحاب المشاريع باش يسوقوا المنتجات ديالهم على الانستغرام واتساب بيزنس، وتقدري تبيعي هاد الخدمات في المواقع او عمل حر بحال خمسات او فايفر، او تخدمي مباشره مع زبناء في المغرب وخارج المغرب. الربح من هذه المهاره ما عندوش حدود، حيت كل نهار كيتفتحوا مشاريع جديده وكل شيء كيقلب على هويه بصريه متميزه. تخيلي معايا تصمي غلاف كتاب او شعار لشركه من طرف نصف ساعه وتبيعيها بثمن محترم، وهذا الشيء ولا حقيقه دابا والناس كيحقوا منه. ما
بمبالغ محترمه وهما جالسين في ديورهم. والمميز اللي زوين بزاف انك تقدري تطوري من هاد المهارات هادو، وكل نهار غير بفرجه وتطبيق غادي تولي عندك عين فنيه وكتعرفي الالوان المناسبه والاضاءه اللي كتجذب المشاهد. وهذا الشيء غادي يخلي نسبه النقر على الفيديو او المنتجات ديالك بطريقه اللي طالعه بزاف، وهما اللي غادي يوليو متمسكين بك وكيخلصوك شحال ما طلبتي على البيزنس ديالك، حيت كتجيبي ليهم مبيعات وكذلك مشاهدات. حاولي تبداي تجربي من دابا وتكتشفي هذا العالم، حيت السهوله ديالو غادي تصدمك وتخليك تقولي خساره كاع هذا الوقت اللي ضيعت بلا ما نعرف هاد الاسرار هادو. أما بالنسبة للمهارة الثانية وهي إدارة الحسابات والتسويق الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالسوشيال ميديا مانجمنت. حاليا في هذا العصر كل شيء ولا باغي يبيع ويشري في الانترنت، وكاع المحلات والشركات الكبرى والصغرى هما كلهم باغيين يبيعوا في الانترنت، حيت عارفين ما كاينش شي وسيلة اللي تقدر توصلي فيها لزبائن أكبر من غير الانترنت. راه ما كاينش في السوق، ولكن المشكل الكبير اللي عندهم هو ان اصحاب هذه المشاريع ما كيكونش عندهم الوقت باش يسيروا الصفحات ديالهم او يديروا يردوا على الرسائل ديال الزبناء او يحطوا منشورات يوميه. وهنا كيجي الدور ديالك انت كمسيره صفحات ذكيه. هذه مهاره سهله بزاف وما تحتاجش لا خبره لا اكاديميه، بل محتاجه فقط شويه ديال اللباقه وتنظيم الوقت والقدره على التواصل. تقدري تشدي صفحات ديال صالونات جميل او محلات بيع الملابس او حتى حسابات ديال صناعه المحتوى اطباء. او الدور ديالك غيكون هو تنظمي المنشورات وتردي على الكومونتيرات والرسائل في الواتساب وتصاوبي ستوريات خفاف ومحفزين. هذه الخدمه كتضمن ليك مدخول شهري قار ومستقر في الشركات، وكيخلصوا هذه الخدمات بشكل شهري كصالير. وتخيلي معايا الا شديتي غير 3 أو 4 ديال الحسابات وسيرتيهم بذكاء، شحال غادي تقدري تدخلي في الشهر؟ غادي تولي عندك مقاوله صغيره ديالك من دارك وانتي كتسيري كل شيء من تليفون ديالك وسط صالونك، وبلا ما تحركي بلا ما تمشي حتى شي بلاصه، يعني غير في بلاصتك. هاد المهاره كتعطيك عاوتاني فرصه باش يعني تبقاي تكبري البيزنس وتفهمي كيفاش كيفكروا الزبناء وكيفاش تتم عمليه البيع. وهذا الشيء غادي ينفعك بزاف مستقبلا، حيت الا بغيتي تلقي مشروع خاص ديالك في اي مجال، حيت غادي تكوني عندك واحد الخبره عمليه من ذهب وفهمتي كاع الاسرار السوق بلا ما تخسري رأس مال ديالك. أما بالنسبة للمهارة الثالثة وهي المهارة الأخيرة، وهي تقديم تصميم المنتجات الرقمية الموجهة للأطفال، بحال كتب التلوين التعليمية أو القصص ثلاثية الأبعاد. هذا المجال كيتعتبر دابا من أكبر المناجم ديال الفلوس في الانترنت، وحاليا هو اللي داير طوندونس عالمي بزاف. والآباء والأمهات في العالم كامل ولاو كيستعنوا بهاد الخطوات ديال التليفونات على ولادهم، ولاو كيقلبوا على بدائل ذكية مسلية بحال كتب التلوين اللي كتعرض معالم تاريخية أو قصص مغامرات هادفة. تقدري تصاوبي هاد الكتب وهاد القصص بسهولة تامة وبلا ما تكوني كاتبة أو رسامة، عن طريق استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي. كتجمعي الصور والرسومات ومن بعد كتقدري تحطي هاد المنتوجات الرقمية في منصات عالمية، وديك الساعه كتبيعيهم كملفات قابله للطباعه، ومن بعد يعني كتقدري انك تخدمي عليهم. ويعني هاد الطريقه هذه صراحه كتجيب نتائج زوينه مئات المرات، وانتي ناعسه كيجيوك ارباح ومبيعات. تخيلي معايا كتصاوبي قصه ديال قطيطه صغيره كتسافر في عالم سحري وكتولي يعني كتمشي من هنا لهنا. يعني هنايا كتحاولي انك تصاوبي واحد القصه وكتقدري انك ترسميها وتقديها بالطريقه ديالك، فهاد الطريقه غادي تجيب لك مبيعات اكثر. الان بعد ما عرفنا هاد الخطوات الثلاثه الخارقه، غادي ندوزو لاهم حاجه وهي الخطوه العمليه
والتطبيقيه باش تبداي، حيت الكلام بلا تطبيق ما كيساوي والو. اول خطوه خاصك ديريها دابا هي تكتبي في ورقه مهاره وحده فقط من هاد المهارات الثالثه اللي هضرنا عليهم، وإلا حسيتي باللي قلبك ارتاح ليها وبغيتيها وغادي تقدري تعطي فيها، ما تشتيش راسك وتصدقيني. حاولي انك تبداي وبداي من دابا، يعني طبقي داكشي اللي عرفتي، بحثي، سولي، باش هكا تزيدي تكتسبي مهارات اكثر. واهم حاجه انك تخصصي ولو ساعه واحده على الاقل كل نهار باش انك تتعلمي وتبحثي وتفرجي في الفيديوهات اللي كتشرح اساسيات وتطبقي داكشي اللي كتشوفي نفس الوقت، حيت التطبيق هو السر الوحيد اللي كيصنع الفرق وكيخلي المعلومات ترسخ في الدماغ ديالك. خطوه ثالثه هي انك تصاوبي اول مشروع تجربيه يكون ديالك، واخا يكون بسيط بزاف، وشاركيه مع الصديقات ديالك او المجموعات ديال فيسبوك باش تاخدي الراي ديالهم وتطوري من راسك. بالممارسه واستمرار اليومي غادي تولي محترفه، وغادي يبداو يجيوك اول الزبائن، وغتكتشفي باللي الصعوبه كانت غير في دماغك وفي العجز والكسل. ثقي بيا، البدايه ديما كتكون هي الاصعب مرحله، ولكن ملي كتحركي راه العجله كل شيء كيولي ساهل، والفرص النجاح كتولي تفتح قدامك بحال السحر، والفلوس غادي تولي تجي حتى لعندك وحتى لقدامك. وإلا لقيتي راسك انك استفدتي من هذا الفيديو، ما تنسايش انك تخلي لي في الكومونتيرات شنو هي اكثر حاجه لقيتي راسك انك استفدتي منها في البلاصه ديال التعاليق، وكذلك ديري لايك وبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كتحسي انهم محتاجين يسمعوا لهذا الفيديو، لان تقدري تكوني السبب التغيير ديال حياتهم وتاخدي حتى انت الاجر معاهم. وكذلك ما تنسايش تفعلي الجرس، لان هاد القناه هذه غادي تعلمك كيفاش تولي تخدمي بالذكاء الاصطناعي وكيفاش تطوري من المهارات ديالك ويكون عندك مستقبل احسن.